بسم الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. امين امين امين. بحبكم في الله. اتمنى من الله عز وجل ان تكونوا بافضل حال جميعكم. معادنا مع الفيديو المنتظر، ازاي ان انت تستغلي كل حاجه وفي نفس الوقت بسم الله ما شاء الله تخلي طيورك ما تحتاجش اي ادويه، وتخلي الخير في بيتك والخير يعم ازيد وازيد وازيد، وبالتالي ما شاء الله البيض تلاقيه حتى لو مفيش صدف، لو حتى يعني اوميجرال مش موجود، لو حتى اي ادويه مش موجوده، العلف البياض مش موجود، صدقيني 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 كل ده بفضل الله ليه حل ان شاء الله هتلاقوه عندي. ده ميه اللفت زي ما اتفقنا، والسلق زي ما اتفقنا ان احنا في الفيديو بتاع امبارح جبنا لفت وسلق والكلام ده، وقلنا هنحشيه وكده وسلقناه. ده ماشي، ده اهوت ادي بقايا اهو، الحته دي الصغنطوطه دي بقايا ايه الورق، وبسم الله ما شاء الله. طبعا بتحطي له معلقه ملح، ده اساسي في السليق ماشي، وبتزودي له بقى معلقه خل. تمام، يبقى معلقه سليق، ميه، كرنب، لفت، خس، اي حاجه اي حاجه، بنجر بقى، سلق، اي حاجه ان انت تسلقيها بتستغليها كويس جدا جدا. طبعا الكميه دي هنزودها ميه لان اولا عليها ملح، تاني حاجه لان هي مش هتكفي. تمام، حابه تزوديها بالعسل زوديها يا حبذا، تبقى ممتازه، تبقى عندك الياف وفي نفس الوقت حديد وكل حاجه، تغذيه كامله متكامله. مفيش لا، قضي ومشي حالك زي ما انت شايفه كده. طيب عندك حل بقى من الاتنين، لو مش هتزوديها عسل ماشي، هتحط لها ده النعناع المجفف. انا بجففه زي ما هو كده، اللي بيدبل عندي بجففه زي ما هو، بيكون فريش، بتاخدي اللي بتاخديه وتقطفي اللي تقطفيه وبعد كده بتجففيه. ادي اللفت اهوت غسلته بسم الله ما شاء الله، شايفين حمار وكل حاجه، هيتقطع بقى ويتخلل عادي خالص. يبقى استفدنا، عملنا محشي، عملنا مخلل لفت، عملنا ميه السليق هنستغلها للطيور استغلال جامد جدا جدا جدا. تمام، يا اما عندك حل من الاثنين، وهي مغليه كده هتحط لها نعناع مجفف، يا اما هتمسكي النعناع المجفف ده تفرميه وتحطيه على العلف. اولا لو في ديدان، لو في اي حاجه، ممتاز ممتاز ممتاز، طارد للديدان كويس جدا، زيه زي الفيلاجين. لو لا اله الا الله، لو في حشرجه في الزور او اي حاجه من البرد بيستخدمه كويس قوي قوي قوي، وبيعالج السعال وبيعالج العطس وبيعالج كل حاجه. الاسئله اللي اتسالت عنها انا كده كده اوريدي حاطه عليه خل ماشي، وحاطه عليه الملح بتاع السليق. انا هحط ده هفرمه واحطه على العلف اهو بسم الله ما شاء الله، فرقته كده ماشي. واللي اتبقى ده برضه هحطه على الميه ماشي. تمام، اللي هو اصلا مش بيتفرط ده اللي فيه العروق، هحطه على الميه اقلبه بس بسم الله. شايفين ده الخلطه فيها كل حاجه، غنيه جدا 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 ماشي بالحاجات، وبسم الله ما شاء الله طارد للسموم، طارد للديدان، يعني جيلاتين طبيعي، بنزيناكس. طبعا البيض بيتاثر على فكره بالحاجات دي يا جماعه، لو لا قدر الله المعده فيها ديدان طبعا بيتاثر بالحاجات دي، لو طيور عندها حشرجه وعندها برد وعندها عطس والكلام ده بيتاثر بالحاجات دي. عنقود البيض بيكتمل بعد 6 شهور، لما يتم 6 شهور او على 5 شهور على حسب، لو انت مغذياهم جامد جدا جدا. انا بسم الله ما شاء الله في 5 شهور وما شاء الله قبل ما يتم 6 شهور برضه ما شاء الله. اللهم بارك. وعايزه ابشركم بشره حلوه جدا جدا اهوت ماشي بسم الله زي ما انتم شايفين. والله انا ما شاء الله جايه احط لهم الاكل بسم الله ما شاء الله، لقيتها دي بيضه البطه، اللهم صل على النبي ما شاء الله، بيضه البطه اهيت. ده طبعا ايه فخار قديم، وانا ايه حطاه بسم الله ما شاء الله اهيت، بيضة اول بشار البطه. والله ما شاء الله الخير دايما في وجودكم وعلى ايديكم، يعني بجد 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 انتوا ما شاء الله حاطين بصمه جامده جدا 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 في حياتي، ليكوا بصمه بجد هايله هايله بجد ما شاء الله. تمام، الحاجه اهيت قدامكم بسم الله ما شاء الله ماشي اهيت، ادي البطه وادي الفراخ والكلام ده. ما شاء الله الحاجه اهتمي بيها هتلاقيها كده بقى. انا هجيب لها ذكر بط ماشي. تمام، زي انتوا وصفتوني قلتوا لي عشان تبقى تبيض معاكي ولو ترقد او الكلام ده، لان ما شاء الله هي حتى عملت نفسها خن كده، بخلاف خن الفراخ البلدي، يعني ما شاء الله يعني ناوياها. فاللهم بارك ويزيد لينا جميعا، فان شاء الله هنعملها. ادي الخلطه اهي ما شاء الله، هم بداوا يلقطوا.
نحط لهم بقى البواقي على الميه اهو يا حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين حطيت لهم طبعا وعليهم ما شاء الله الخلطه كلها، بس رشرشت عليها شويه ميه عشان ما يوقعوش، يعني ما ينطروش الاكل وهم وهم بياكلوا. دي الطريقه الصحيحه، لا تبليه قوي ولا تحطيه مجفف. وبالنسبه للحمام حطيت لهم اهوت من نفس الخلطه، وما شاء الله الجرجير حلو جدا 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 كمحفز للبيض، محفز للتزاوج عند الحمام وعند العصافير. يعني بسم الله ما شاء الله الخلطه فظيعه جميله جدا. بالنسبه لقشر اللب والبرتقال المجفف واليوسف المجفف القشور يعني والليمون المجفف، ان شاء الله هعمل لكم فيديو عليه لان حد طلب مني يعني، فاشرحي لي. لا انا هعمل ان شاء الله فيديو عليه، مع ان انا كنت قايله في الفيديو بس قالوا انتم ما اخدتوش بالكم من الشرح. لا ان شاء الله هشرح لكم تاني الفيديو خاص بيه اهو. بسم الله ما شاء الله الحاجه قدامكم. انا بحبكم جدا في الله، استنوا ان شاء الله فيديوهات جديده وجميله زيكم زي ما قلتوا لي ونصحتوني. ان شاء الله هجيب لها هجيب للبطايه يعني ذكر بط، فان شاء الله ربنا يسهل وتبيض بقى وتطلعوا حاجات مني، لان بسم الله ما شاء الله لان انا معجبه جدا جدا بالتوليفه اللي انتوا قايلين لي عليها دي، فان شاء الله هعملها انفذها لكم. اخد دي بقى ان شاء الله، ولنا لقاء ان شاء الله فيديوهات جديده وجميله زيكم، والسلام عليكم.